السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حسين في فيديو جديد. وحشتوني، عاملين إيه؟ اللي هنلمحه هنمرجحه حرفيا. هم بيعملوها إزاي؟ ما علينا. النهارده لسه دلوقتي خلصانة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري بفوز تاريخ وعريض وأداء ممتاز ورائع من النادي الأهلي. مش من أداء الأهلي، من مدرب النادي الأهلي. يا جماعة، المدرب ده هو ده اللي كنا محتاجينه. مدرب عامل زي القرد يتنطط على الخط. كنا بنضحك على يوروتيتش بتاع بيراميدز ومش عارف إيه. يوروتيتش اللي بيعمله ده هو الصح. انت لازم تكون واقف بره، اللاعيبه شايفاك على الخط بتتنطط وبتكلمهم وبتزعق وتتكلم. هو ده الصح عشان يفوقوا. لو في لحظه كده نزلوا او المستوى نزل او حصل سرحان، هو يفوقهم. هو ده اللي كان محتاجه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله مع المدرب ده هنشوف حقبه تاريخيه للنادي الاهلي باذن الله، زيها زي بتاع جد كولر وزي جوزيه والايام الحلوه دي. ان شاء الله راجعه من تاني. شفنا النهارده المباراه وشفنا بدايه النادي الاهلي في الماتش الاول في دور المجموعات. فوز كان مهم جدا وضروري، وفوز تاريخي وبنتيجه كويسه مرضيه ليا انا كمشجع اهلاوي. راضي عن النتيجه وراضي عن الاداء، ماشي، بغض النظر عن الحاجات البسيطه اللي هي الفرص الضايعه السهله، خاصه من عمنا تريزيجيه. يعني تريزيجيه يعني كان الشوط الاول يخلص 4 اقل حاجه، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. الفوز والمكسب بينسيك الحاجات البسيطة دي، والتعادل أو الخسارة. الحاجات دي حتى لو كانت بسيطة بتبقى مشكلة كبيرة قوي. الأداء النهاردة كان كويس، خاصة في الشوط الأول. الشوط الثاني الريتم هدى شوية، أو الإجهاد بان البدني فعلا ظهر على اللعيبة. يعني في هجمة من الهجمات كانوا 3 لعيبة في نص الملعب في شبيبة القبائل، 3 لعيبة بس، ولقينا تريزيجيه بيرجع بالكرة تاني مش قادر يكمل، مع ان وراه فاضي. يعني هو ظهره للملعب للجون، كان يقدر يلف ويكمل، بس كان ظاهر شويه ان في ارهاق. مش عارفين ايه سببه. لازم يشتغلوا على المنطقه الحته البدنيه دي كتير. شفنا الهدف بتاع شبيبه القبائل. هدف يعني هو في المقام الاول خطا من الشناوي. خطا من الشناوي. ياسر ابراهيم انا زي ما شفتها ما لمس الكوره. الكوره خبطت في رجل الشناوي وعدت كوبري يا باشا، كوبري اكتوبر، دخلت. الشناوي اتصاب وطلع، نتمنى ليه الشفاء. حتى لو خرج مش مصاب، حرام حرام يا جماعه شوبير يقعد دكه، والله حرام. واللي قعد شوبير دكه من هنا ورايح ومن هنا وجاي يبقى مجرم، تبقى جريمه والله. لازم نستفاد من المستوى اللي شوبير بيقدمه كل مباراه ينزل. يعني الراجل يعمل ايه تاني عشان يثبت نفسه يا جماعه؟ انا عايز انه يلعب اساسي. لازم نستغل الوقت ده قبل اليأس ما يدخل له ويشوف بقى ما انا كده بتألق. وبيجي الشناوي بيرجع وبيبقى حارس اساسي، فتلاقي المستوى نزل. احنا لازم نستغل النقطه دي. لازم الشناوي يريح شويه وشوبير يفضل مكمل. وشفنا الاداء، شفنا الفرصه اللي شالها. ده شال 3 كور، وخاصه الكره الاولانيه اللي هي خبطت في الدفاع والواد جاي يشوطها وراح شالها بايده. والتصويبه الثانيه اللي جت عليه، شاب متحرك وبينط وبيروح وبيطلع. الشناوي تحس انه بقى بطيء. الشناوي بيكسل يطلع على الكوره، او بيكسل يطير. في الشناوي لازم يركن. خلاصة الكلام الشناوي لازم يركن شويه. احنا كنا في احتياج للفوز ده بصراحه. والاداء شفنا نزول امام عاشور، وشفنا الاداء اللي عمله. وشه حلو الواد ده، يعني تحس سبحان الله في القبول. نزل. شفنا الكرة اللي شاطها وخبطت في طاهر ورجعت وتسجل منها الهدف الرابع. كانت جميلة حلوة. شفنا تألق لعيبة كتير. ما عدا شفنا طاهر. تمام، يلا المكسب بقى، احنا كلنا فرحانين مش مشكلة. لسه احنا برضو عند مبدأنا في نقط أساسية وثابتة بنبقى متفقين عليها مهما يحصل. مش هنغيرها. زي طاهر وكوكا، مع ان كوكا عمل ماتش النهارده كويس، بس برضه ما ينفعش يكمل بالطريقه دي. يلعب في نص الملعب ويبين نفسه ويبين قدراته في خط النص اللي هو اصلا مركزه الاساسي. يا اما مش هيلعب في نص الملعب، يا عم قول له بوسه والسلام عليكم وتفضل توكل على الله. روح بقى البنك الاهلي، روح مش عارف فين، روح المناطق دي يعني. طاهر نفس الكلام. ديانج كان كويس النهارده، بس هو كان في بعض يعني المس باص كتير في نص الملعب ما كانش مقبول. في شبيبة القبائل فرقة كويسة. فرقة هي ترتيبها في الدوري السنة دي، بس فرقة في عندها اسياد في الطرازية، في الهجمة المرتدة، في الهجمات المرتدة، في سرعات، في تمركز كويس للعيبة.
ففرقة لا يستهان بيها. الفرقة دي هتعرف قيمتها صح وهتعرف قوتها صح لما تروح تلعبها هناك في الجزائر. هتشوف الفرقة صح ان انت كنت بتلعبها ازاي. زي ما الكابتن خالد الغندور بيقول لك فوز الاهلي على فريق سهل او حاجه زي. يا عم احنا لو لعبنا ريال مدريد خالد الغندور هيطلع يقول لك ريال مدريد في المتناول. يا راجل يا راجل حرام عليك. المهم مش عايزين الحاجات دي، احنا الحمد لله كسبنا وبمكسب كبير ونتيجة كويسة وأداء كويس، مدرب فرحانين بيه كلنا، إن شاء الله يكمل على خير. لما تاخد أول 3 نقط وتكسب أول ماتش أنت بتدي إنذار لكل الفرق المشاركة معاك في المجموعة وفي البطولة كلها إن الأهلي موجود والأهلي راجع والأهلي عنده قوة. يعني خلاص أفريقيا غير الدوري غير الكاس. ماشي، بتاخد 3 نقط وان شاء الله تكمل. هنلاعب الجيش الملكي هناك في المغرب، والملعب هناك هيبقى مليان جماهير وجماهير مرعبة. تمام، ان شاء الله نقدر نكسب. الجيش الملكي النهارده خسر من يانج افريكانز 1-0. هيبقى عنده دافع كبير انه يكسب، هيبقى ماتش كبير قوي وصعب قوي 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 قوي. لازم نكمل حتى لو ما خسرناش، نطلع حتى تعادل تبقى حاجة كويسة. لما تدخل برضو